بالآب والابن والروح القدس الإله الواحد آمين. تحل علينا نعمته وبركته من الآن وإلى الأبد آمين. أنا سعيد إن أنا آجي هنا في هذه الكنيسة المقدسة بهذا التاريخ العميق، وسعيد بمحبة حبيبنا نيافة الأنبا دانيال أسقف يبرشية المعادي، ومع صحبة الآباء الأحباء الآباء الأساتذة والآباء الكهنة في كل الشعب. والحقيقة أنا أتمنى أن الله يعطيني النعمة أن أنا أفتقد كل كنائسنا وأزورها وأنال بركتها وبركة آبائها وخدامها. والتاريخ القديم زي ما حكى سيدنا كده في عجالة، وكان بيشرح لنا فوق عن هذه المناطق التي عاش فيها القديسين، ونحن نتمتع بأتعابهم وبثرواتهم وبشفاعتهم وبسكناهم أيضا في هذه المواضع المقدسة. سعيد بمحبة نيافة أنبا دانيال، بخدمته، بنشاطه، بوعيه، وأيضا باهتماماته التي تتناسب مع هذا الزمان، سواء من نواحية المعاهد التعليمية أو الخدمات الرعوية اللي بتقدم. ونيافة أنبا دانيال مش على قد بس إبرشية المعادي، لكن له مساهماته في الكنيسة العامة بصفة عامة. فمثلا هو مسؤول مع مجموعة من الآباء عن المشكلات اللي ممكن يتعرض لها بعض الآباء الكهنة على نطاق وجه بحري كله، ودي بتحتاج أب حكيم ومختبر وقلب واسع وعنده رؤية، ويقدر يحتضن هذه الضعفات ويقدر يعالجها بروح الصلاة وبروح المحبة وبروح الحكمة. أنا سعيد بالحقيقة إن أنا أشوفكم وإن أنا أزور الكنيسة دي. تهيألي أنا ما جيتش هنا قبل كده خالص، ربما جيت المبنى يعني لكن ما دخلتش الكنيسة. وكنيستكم جميلة، والقبة اللي فوق دي بصوا عليها جميلة، مش كده؟ الحقيقة كنيسة بنيئة وحلوة وفيها كده لمسة روحانية جميلة، ربنا يديمها ويفرحكم بيها دايما. أنا عايز أخد وياكم كده تأمل روحي قصير من الحاجات الجميلة في الكتاب المقدس رقم 5، لأن كلمة 5 معناها اليد، معناها قبضة اليد. فتلاقوا كتير القديس بولس الرسول وهو بيتكلم في رسائله قدم لنا خماسيات كثيرة، والخماسيات دي عشان نعدها على صوابعنا كده إنه ما ننساهاش، 1 2 3 4 5 إنه نفتكرها. في رسالته إلى أهل كورنثوس في الرسالة الثانية وفي نهاية الرسالة، بعد ما كتب رسالة طويلة في موضوعات كتيرة، راح ملخص كل الفكر في 5 كلمات. ال5 كلمات دول قال كده، آخر آية قال كده: أخيرا يا إخوتي افرحوا، تعزوا، افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا اهتماما واحدا، عيشوا بالسلام، وإله المحبة والسلام يكون معكم. ايه ال5 كلمات؟ افرحوا، اكملوا، تعزوا، اهتموا، عيشوا. هذه ال5 كلمات تمثل صورة لحياة الإنسان المسيحي في مجتمع، عشان كده هي بصيغة الجمع: افرحوا، اكملوا. وعشان هذه ال5 كلمات اللي هي 5 كلمات زي نقول عليهم كده كلمات مفتاحية، يعني تفتح لنا معاني كثيرة، نقدر نفهمهم بالطريقة التالية. لما بيقول افرحوا يقصد افرحوا بالمسيح، افرحوا في حياتكم بالمسيح الساكن فيكم والساكن في وسطكم. افرحوا بمعية المسيح، افرحوا
بالمسيح اللي قال عنه الكتاب المقدس في آخر آيات إنجيل معلمنا متى: ها أنا معكم كل الأيام وانقضاء الدهر. وده وعد طمأنينة لنا كلنا. افرحوا بالمسيح الموجود والذي يعمل والذي عمل وسيعمل اليوم وغدا وبعد غد. افرحوا دائما بأن يد المسيح ممدودة وعمله قوي، اللي خلى بولس الرسول في يوم من الأيام يقول الآية اللي كل ولادنا بيحبوها هم بيمتحنوا الأيام دي بقى بتوع ثانوية عامة، يقول إيه؟ أستطيع المسيح الذي يقويني. افرح 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 بالمسيح اللي قال: من يأكل جسدي ويشرب دمي يسكت فيا وأنا فيه. دي نمرة واحد. نمرة اتنين: اكملوا. اكملوا يعني حاجة هتكملني. ايه الحاجة اللي تكملنا كلنا غير الكنيسة؟ فاكملوا بالكنيسة. وكلمة اكملوا اللي جاي منها كلمة الكمال يقترب منها جدا كلمة الكمال. فاكملوا بالكنيسة أو كونوا في حالة جمال وانتوا جوه الكنيسة. الكنيسة هي جمالنا. أظن كلكم حافظين الآية الحلوة دي، تقول: واحدة سألت من الرب وإياها أرتمي، أنا أسكن في بيت الرب كل أيام حياتي لكي أتفرس في جمال هيكل قدسي، أو أتطلع إلى جمال هيكل قدسي. جمال. وانت لما تخش كنيسة جميلة زي كده، احنا مش بنعملها ديكور، ده احنا بنشوف الكنيسة الجميلة بكل تفاصيلها علشان اقول انا عايز نفسي تبقى جميلة زي الكنيسة. اكملوا اكملوا بالكنيسة. الكنيسة مش الطوب ولا الزلط ولا الحاجات دي، ولا الديكور ولا الالوان ولا الاضاءة، لكن جمال الكنيسة علشان يعلمني لما ادخل الكنيسة اقول: يا سلام، شايف المكان الجميل اللي بيحل فيه المسيح؟ انا عايز قلبي يبقى بهذا الجمال يحل فيه المسيح. اكملوا الكنيسة. وكنيستنا تاريخا وحضارة وتراثا وعقيدة وطقسا وحياة لها جذور في التاريخ في الزمن قوية. وعشان كده لما يقول اكملوا بالكنيسة، فعلا الكنيسة جمالنا، مش جمالنا احنا بس، ده الكنيسة ممكن نقول عليها كمان جمال مصر، ان مصر على ارضها نشأت هذه الكنيسة الوطنية عبر 20 قرن من الزمان بجذور خالصة، كمؤسسة روحية صافية ومؤسسة روحية تسعى إلى خلاص الإنسان، تضع فكرها وقلبها في السماء ولكن تضع قدميها على الأرض. ولذلك الكنيسة لها العمل الروحي والسماوي، لكن في نفس الوقت لها العمل الأرضي والاجتماعي. لازم تخدم المجتمع اللي حواليه، لازم. اكملوا بالكنيسة. نمرة 3 يقول: تعزوا. تعزوا. تعزوا يعني ارتاحوا. كلمة تعزية معناها ارتاح. طب ايه اللي يعزينا؟ لا يوجد غير الكتاب المقدس. تعزوا. تعزوا بكلمة الله. أظن كلكم حافظين الآية دي اللي كانوا زمان يكتبوها في ورق النتائج القومية. سمعت استنى يا ربوع. همومي في داخلي تعزياتك تلذذ. شوفي بالكم، تعزياتك تلذذ نفسي، تخلي نفسي طايرة بالفرح. تعزوا بكلمة الله، تعزوا بكل آية بكل كلمة. وأظن كلكم برضو حافظين الآية الجميلة اللي كانت في متى 4:4. كلكم حافظينها؟ لا حافظينها. أول كلمة ليس شوف حافظينها ازاي؟
ليس بالخبز وحده يحيى الإنسان بل بكل كلمة. أنا جنة إنجيلك بتاع كل يوم هو سبب تعزيتك. تقول لي العالم فيه مشاكل، ومشاكل الأولاد والمدارس والامتحانات والأكل والشرب والزحمة. طب إيه اللي يفرحنا؟ إيه اللي يملأ قلبنا بالتعزية، بالراحة النفسية، بالراحة الروحية، غير كلمة ربنا؟ ولذلك يا إخوتي تعزوا بكلمة الله. أحيانا نقعد كلنا في البيت قدام التلفزيون، أحيانا نقعد نتسامر ونجيب سين وصاد وعين وغير كل الحروف الأبجدية، مش كده؟ الأجمل إن إحنا نقعد حوالين كلمة ربنا. الأجمل إن البيت يبقى فيه كلمة الله التي تعطي تعزية. إن كان في البيت أي مشكلة اعرف إن استخدام الإنجيل جوه البيت هيحل كل مشكلة، وهيقدس هذا البيت وهذا المكان. تعزوا بالكتاب المقدس. أنا قلت افرحوا بالمسيح واكملوا بالكنيسة وتعزوا بالكتاب المقدس. نمرة 4 اهتموا اهتماما واحدا. اهتمام واحد. ايه الاهتمام الواحد؟ كلنا بنخدم وكلنا بنعيش وبنربي ولادنا وبناتنا وبننمو في حياتنا الكنسية وبنخدم في المجتمع لأجل هدف واحد، أن يكون لي نصيب في السماء. اهتموا اهتماما واحدا. عيشوا بوحدانية. عيشوا بوحدانية. في واحد كده دايما يكسر المقاديف. في واحد كده تلاقيه مخالف. واحد تلاقيه كلامه زيادة شوية. وفي واحد عايش في اهتمام واحد، في وحدانية. على رأي ربنا يسوع المسيح في الصلاة الوداعية يقول ليكون الجميع واحدا. الله على البيت الواحد، الله على الكنيسة الواحدة، الله على النفس الواحدة. ما أحب بعد عنكم الواحد يبقى عنده صراع نفسي، يبقى مشتت، يبقى مهلهل. أما واحد يكون عايش كده بفكر واحد، روحه وفكره وقلبه وعقله ونفسه ونشاطه كله ماشي في اتجاه واحد. اهتموا اهتماما واحدا. اهتم بخلاصك، اهتم بنصيبك السماوي. خد بالك، ده ممكن مشكلة تكون موجودة بين واحد والتاني على الأرض تنسيه نصيبه اللي في السماء ويقعد طول عمره يدور على التراب. وفين نصيبك اللي في السماء؟ واستعدادك لمجيء المسيح. كنيستنا الجميلة تقول لنا لما نيجي نبني كنيسة نبنيها ناحية الشرق، ولما نقعد جوه الكنيسة نقعد كلنا باصين للشرق، علشان كلنا في انتظار مجيء ربنا يسوع المسيح. وبعدين اللي مستني حد ده بيكون مستعد، بيكون مهيأ. اهتموا اهتماما واحدا. أكتر خطية تخلي ربنا زعلان من الإنسان هي خطية الانقسام. أكتر خطية. عشان كده لما نيجي ندرس مثلا ونقول أريوس اللي صاحب بدعة أريوس الخطيرة اللي ظهرت في القرون الأولى، القرن الثالث والرابع، نقول مش الحكاية البدعة اللي قالها بس، لأن البدعة دي شقت الكنيسة. اهتموا اهتماما واحدا. هقول كلمة، لو الكلمة دي قلتها هتتعب فلان ولا هتزعل فلان من علان، مفيش داعي أقولها. هنقل الخبر، هقول حكاية، خليك حكيم. اهتموا اهتماما واحدا. نمرة 5 والأخيرة، عيشوا بالسلام. الإنسان المسيحي في كل مجتمع الوصية الأولى في حياته